وعمري ما كنت مصدق القصص اللي بتتحكي عن الطريق 17، الطريق اللي بيبدأ بعد اللفتة المقطوعة عند آخر مدخل للصحراء، الطريق اللي مفيش عليه GPS ولا خرائط، لكن أنا دخلته. ودي كانت أغبى وأشجع حاجة عملتها في حياتي. كل اللي حصل بدأ برسالة وصلت لي على موبايلي: لو عايزة تعرفي الحقيقة امشي في الطريق 17 بعد نص الليل. معرفش مين بعتها ولا ليه، بس كان عندي فضول قاتل. خدت عربيتي وسقت لوحدي. بعد أول 10 دقايق الإشارة راحت، بعد 20 مفيش عربيات، بعد 30 الطريق بقى أسود تماماً وكأن السما بلعت كل نور. وأنا ماشية شفت طفل واقف لوحده في نص الطريق، بس لما نزلت أسأله اختفى. وساعة بالظبط بعد كده شفت عربية شبه عربيتي، نفس اللون نفس الشنطة، بس جواها أنا كنت قاعدة جواها نايمة، وجنبي واحد مش باين ملامحه. جريت، حرفياً جريت على رجلي بعد ما سبت عربيتي، وكل ما أبعد الصوت ورايا يعلى: رجعي نفسك، ده مش وقت الهروب. وصلت لبناية قديمة فاضية مفيش فيها أي نور. طلعت الدور التاني، لقيت أوضة، فتحت الباب، لقيت صورتي متعلقة وعليها مكتوب: مريم اختارت تعرف ومفيش رجوع. ومن يومها أنا مش متأكد أنا فين. العالم اللي بره ده بيتهيألي ولا أنا لسه جوه الطريق؟ يمكن تكوني أنتي كمان جوه الطريق، ويمكن الرسالة دي توصلك في وقت متأخر قوي. النهاية أنا مش عارفة إذا كنت هقدر أهرب ولا لأ، لكن الرسالة اللي عايزة أوصلها ليكم هي: الحقيقة مهما كانت صعبة، الحرية تستحق التضحية. حتى لو العالم كله ضدنا لازم نتمسك بحريتنا ونكسر قيود الوهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وشجعنا بكومنت أراكم في حلقات قادمة.